عيد براد مع انه دفى منيح. صرت احكي اني غلطت، جبت اواعي نوعا ما دافيه، بس لا شكله كان قرار منيح لانه براد بشكل قوي. المهم شوفوا هدول الوردات، هدول اذا بتتذكروهم الصيف الماضي كيف كانوا هيك بيطلعوا عروق طويله فيها كلها ورد بينك. سبحان الله مع الشتاء تماما انتهوا تماما مثل اللي فوق. هلا اللي كان مزروع فوق حوليات فما رجعوا طلعوا طبعا، بس اللي كان مزروع تحت عم برجعوا يطلعوا وطالعين حلوين ان شاء الله. هلا كمان بس يكبروا اكثر مع عروق الورد البينك رح يطلعوا بياخذوا العقل. صباح الخير، شوفوا مين صحي معانا. كيفك؟ الحمد لله. قال لي هاشم انه في جود نيوز يا جماعه، في اخبار حلوه. ايش هي؟ احكي لنا. ايوه. بكره عيد. لا بتمزح والله. مسد ايدك والله. جاهز للعيد؟ جاهز. give me 5. هاي مش فاين. give me ايش؟ فيس بومب. فيس بومب. المهم جبت اواعي للعيد. طب ورجينا اياهم لمفاجأة. اوكي غبنا عنكم. طبعا هاشم اخذ شاور غير اواعيه. شوفوا ايش لبس. سبايدر مان حبيبي. بيورجيكم اواعي العيد. اوكي يلا حملني كمان مرة. لا خلص مرة واحدة. اوكي يلا خذ ورجيهم. شو هذا؟ شوفوا هذا الجاكيت جابه هاشم للعيد. حلو بس مش لحاله. تعالوا نورجيهم ايش رح يكون معاه كمان. رح تلبس تحته. ورجيهم. تعال شوف العرض اللي مسويه. رح نلبس في هاي. بلوزة. ورجيهم البلوزة. هاي بتيجي تحت الجاكيت يعني هيك. لفه هيك. انت امسكها. اوكي يعني هم زي سوت بيجوا مع بعض، زي بدله زي طقم يعني. هذا الجاكيت ومعه هاي البلوزه. يلا. وتحت البلوزه في كتير طبقات. استنى تعال في عنا هذا القميص. شو رايك؟ حلو صح. ومعهم بنطلون بني. وين شوزك؟ روح ورجيهم شوزك بسرعه. يلا معهم شوز كتير حلو جبناهم. اوكي شوفوا مين اجا. يلا ورجيهم البوتس. طلع يعني يتألق كتير نضافين. مهم جدات. شايفين هيك؟ استنى شوي قولوا لنا رايكم يا جماعه. قولوا لهاشم رايكم. هيك مع هدول هيك ومعهم هذا الجاكيت. الحمد لله انها بردت عشان نلبس الجاكيت. اوكي شوف كيف ورجيهم اياها من هيك. اوكي هاي لبست هالشوم. بس اسمع جيس وات، في كمان اشي تاني. هدول هل فاتك قطار التعلم؟ لا تقلق. 5-1 توك تقدم لك the first day. second day جبت لك جاكيت كثير حلو. أسود. هذا هو الجاكيت أسود. دي هذا شوي. وهذا رح يلبسوا مع جينز وبلوزة بيضة. حلوين؟ عجبوك؟ تعال أشوف. الحمد لله. ساعدك. يلا عادي تحملني كمان مرة. حاضر. بتعرف بضلهم يقولوا لي إنك تشبهني. لا. تعال اعلمك الطريقه كيف وخذ كمان مرة. خلص يلا باي. بليز. آخر مرة. 1 2 3. يلا باي. هلا دوري أنا أورجيهم شو جبت أشياء. أوكي يلا باي. اوكي انبوكسينج من شيئين. راح نكمل الاشياء اللي انا جبتهم. في اشياء يعني رح تنفع للعيد، اشياء لا. اسمع هذا اشي حلو كتير بس خلص تو ليت يعني. ما اظنش حتى لو انها بردت شوي بالعيد البسه. بس هو اسد يعني بضل بالخزانه على طول. ساعة رجالية سويسرية رقي في الصناعة. شوفوا الفخامه. شوفوا احلى. هذا الجاكيت كثير حبيته. طلع قد ايه حلو. له ديزاين هيك من تحت فروق كمامه كثير حلوين. هذا القطع اللي بتضلها بالخزانه على طول. هاتوا قيسوا يعني انا زيكم هلا فتحته ما شفته قبل. ثقيل هذا. خرج يعني صفرة. تعال اعلمك الطريقه كيف. عروسي اتخيل. حلو. شو رايكم؟
الكرسي هيني. واو حبيت بصراحة، بجنن كومبينيشن الفرو مع الجلد روعة. ايش رايكم؟ جبت كمان لبسة كاجوال حلوة كتير، ان شاء الله تطلع حلوة. هيني زيكم عم نفتح الغراض. هذا اللي هو الجينز، بلاك جينز. غيرت هالمرة، حبيت اجيب اشي بلاك. الفت اللي هي عريضة شوي. اوكي هاي الجينز، ومعه ايش جبنا معه؟ خبر فززني من النوم. عندي خيارين، يا اما هذا الجاكيت الجلدائي، شوف كيف البني، شوف قد حلو هيك بيجي. يا حلوين هدول، عن جد حلوين. هيهم هذا الاوتفيت كتير حبيت. طبعا رح اورجيكم اياهم بس البسهم هيك، ان شاء الله بيعجبوكم. هذا ايش عجبني فيكم؟ تعال اعلمك الطريقة كيف. شوف كيف موديلكم بيجي هيك رافع شوي. هذا عن جد حبيته، كلهم من شي ان. وكمان ممكن جينز مع هاي البيت، اورجيكم اياها. خفيفة لطيفة. كحلي، انا جبتها كحلي، لا اذا هيك بدها جينز ازرق. اوكي هاي مع جينز ازرق، شو رايكم؟ برضه لطيفة. تخيل تلعب جاكارو وتكسب فلوس بدل ما انت فاضي كذا. يا عم الكلام هذا في الاحلام، العب واخذ فلوس كتير، وحتى بالعيد اذا جانا ضيوف يعني كتير مناسبة. شوفوا من القطع الحلوة اللي لازم تكون موجودة عندكم من شي ان، اللي هي مكملات الملابس. عندهم ابداع فيها، مثلا اللي هي التوبس اللي بتنلبس تحت البليزرز، برضه الابات اللي مثل هيك، مثلا مع بلوز اذا شوي مفتوحة بنقلها قبة قميص تحتها، ما بدي البس قميص كامل. هدول كتير حلوين، عندهم منهم طبعا اشكال كتير. انا هدول بحبهم مرات نحطوا هيك مع بعض. تعال اعلمك الطريقة كيف. بعض اللبسات بيطلعوا كتير لذيذين وانيقين. وفي قطعة جبتها صيفية احتياطا عشان اذا اجى يوم دفا. شوفها كيف رح تكون. هاي برضه من قطع شي ان، قميص. شوفوا ما احلى، حبيت التصريز اللي عليه، يعني سمبل وخفيف لطيف. يمكن هاي لثالث يوم العيد تكون مناسبة. لا تنسوا تستعملوا كود خصمي ميس صابونكم تعبان ترى على فكرة، يعني مو إذا أعطاكم أحسن خصم. مرات بيكون هو أحسن خصم، مرات ممكن تحصلوا خصومات أحسن بالكودات اللي بتعطيكم إياها شيء إن أز أوبشنز يعني. فاستعملوا الكود بيناسبكم، المهم إنكم تعملوا شوبينج حلو وتنبسطوا وتاخذوا أحلى قطاع بأحسن أسعار. طيب جينا على المطبخ هلا، بس مش عشان نطبخ، رح احكي لكم عن شوية هاكس هيك وزي ما نقول خطة انقاذ للبشرة قبل العيد. يعني احنا بكرة العيد، او مثلا اللي برضه البلاد اللي عيدت اليوم، اذا بدكم بشرتكم لسه تعبانة من الصيام وبدكم هيك خطة انقاذ، تعال اعلمك الطريقة كيف سريعة تعملوها عشان سهرة اليوم، خلينا نحكي، او عشان العيد بكرة. رح احكي لكم عن اكثر من ماسك انا بستعملهم بلاقي يعني فرق فوري ببشرتي. اول ماسك هو ماسك لبن الزبادي. ايش المكان النوع الموجود عندكم، جيبوه حطوا زبديه حركوه شوي عشان يعني يصير طري، ودهنوا على بشرتكم هيك طبطب. رح تلاقوا انه البشره خلال 5 دقائق امتصت كل اللبن. عيدوا يعني ارجعوا حطوا كمان طبقه مرة مرتين وتركوه لينشف على الآخر، بعدين غسلوه مي دافية. دغري حتشوفوا الفرق، بتحسوا البشرة دغري ترطبت، بيضت، انتفخت، توردت، كل شيء صار بجنن. ما تتخيلوا ماسك لبن الزبادي قد ايه مغذي للبشرة. زي ما قلت لكم شو ما كان النوع الموجود عندكم اتس اوكي. نحكي على الماسك الثاني. تعال اعلمك الطريقة كيف. كان يجي للماسك الثاني رح نحكي عنه، وهذا فعلا بصفي البشرة الاشراق
رهيب اللي هو ماسك ماء الورد. ماء الورد كله اسرار للبشره، موجود في كل البيوت، هو سهل الاستخدام. يعني بس حطي لها الزبديه شويه ماء ورد. اذا حبيتي تستفيدي اكثر ضيفي عليها نشا، بس ماء ورد ونشا بنحطهم مع بعض. النشا بكبتل شوي، بنحركهم بنبلش ايش تندهنوا، نطبطب فيه على البشره. لا لانه سائل، فانا بجيب قطنه بحطها فيه، بتاكد الماكينه فيها شيء، بتاكد انه تحرك المي والنشا مع بعض منيح، وبلش احط على البشره. نفس الشيء بترك 10 دقائق نغسل البشره، بنلاقي برضه فرق رهيب ما تتخيلوا قديش. الماسك الثالث هو ماسك الخميره، خميره العجين. الخميره هي كانها اعتبروها بوتوكس طبيعي. عادي بتجيبي مي دافيه بتحطي فيها الخميره، بتحطي نقطه سكر عشان فعلا تتفاعل. بعدين بنمسكها رغوتها اللي بتطلع فوق ونبلش ندهنها على الوجه، بتعمل تبغى 50 ريال. رهيب 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 بالبشره. يعني شايفين هاي الاسرار موجوده في كل البيوت وما تتخيلوا، هي كلها مواد طبيعيه وحيويه وفعاله، قديش بتفيدنا. فاعتمدوا الخميره. مره والله بتذكر حضرت مقابله لست عمرها بالستينات، لما تشوفوها بتقولوا 35، مو معقول. فهي اظن من الجزائر او من المغرب اشي زي هيك. فلما سالها المذيع ايش بتستعملوا لبشرتك، قالت له الخميره وبس. ممكن خميره مع ماء ورد، يعني انتوا تفننوا اعملوا الخلطات على كيفكم. انا بحكي لكم المكونات وانتوا اخلطوا على كيفكم. خميره مع ماء ورد مع نشا، ممكن نعملهم 3 مع بعض، بتطلع يعني وصفه ممتازه للبشره. واخر ماسك رح احكي لكم عنه اليوم هو الليمون. ما تتخيلوا فوائد الليمون للبشره. بتذكر ستي الله يرحمها كانت يعني ادعو لها بالرحمه اكيد، كانت لما توفت عمرها بالسبعينات، فما شاء الله كان وجهها مثل البدر ولا تجعيده فيه. فانا مره سالتها قلت لها انت شو بتعملي لبشرتك؟ لانه عن جد مو معقول ما شاء الله شو كانت يعني نضره وبيضه وصافيه ومشدوده. كانت تقول لي انا بكره الكريمات، فانا كل ما اعمل اكله طبخه شيء بس اعمل ليمون، بمسك الليمونه اللي عصرتها، اكيد بيكون ضايل شوي من الجوز جواها، وبفرك ايدي ووجهي. هذا هي وصفتها كانت، صدقوني كانت وصفه فعاله وخطيره. طبعا الليمون مليان فيتامين سي، فالفيتامين سي من اهم السيرمز. هلا بتفلسفوا علينا سيرمز وقصص، وانه طب انا عندي في كل بيت فيتامين سي ناتشرال طبيعي بيور بجنن، موجود بالليمون، فجربوه. بتقدروا تعملوا سكراب ليمون وسكر، اعملوا هيك سكراب. بس اللي ما بده يعني بس بده الغذاء اللي بيجي من الليمون اللي هو فوائد فيتامين سي، بس عصره خفيفه وادهنوها على وجهكم وشوفوا الفرق الرهيب، بتضلوا حلوين يا حلوين. انا اشتغل 8 ساعات في اليوم عشان بيروك كيفك؟ تمام. بيروك انتوا باثيوبيا ايش بتحطوا عشان وجهكم يضل حلو؟ احكي لنا يلا، علمينا شيء جديد. مو بعرف. ايش بتحطوا؟ زيت بتحطوا شيء؟ بنزلين وكريم. فازلين. سامعين؟ على فكره الفازلين ولكم مش معقول للاظافر ما في شيء رائع مثل الفازلين. فيها محل هيك. ايش عم بعمل هيك كريم ابيض في له كل شيء. يعني مثلا بتجيبوا قهوه، بتجيبوا شيء بتحطوا؟ لا ما بتعملوا شيء مثل هيك؟ لا ما بعملوا شيء، خلص انسوا الموضوع. يا حلوين، جينا انا ولينا. هاي لينا كيفك؟ جينا على محل الالعاب بدنا نختار هديه لبيبي الينا اللي اجت جديد على العيله، فنشوف ايش الخيارات اللي عندنا. شو رايكم بهاي؟ بس بدها 5 سنين يعني لتركب عليها، فعم بشوف ايش في خيارات للاطفال. بس هون لقيت اشياء كتير حلوه حبيتها. لين شو رايك نجيب لها سويمينج بول؟ والله بتكيف. يا اخي جيعان ولا صار مره غالي وما معي الا 10 ريال. نعمل معاها بول بارتي. في اشياء حلوه، هدول الوركرز انا عجبوني لانهم بيعلموا الصغار على المشي. في اشي تاني او مثلا ناخذ هاي الماترس اللي بيلعبوا عليها الصغار. نشوف. جينا هلا على المحمص عشان ناخذ القهوة السادة. حابة اغلي قهوة سادة فريش، ما اعملش المغشوشة. يلا ليتس جو.
جينا هلا على المحمص عشان ناخذ مبروك خلصنا كل تحضيرات العيد واجينا على البيت، وقبل شوي أذن. كان أسرع تحضير إفطار من أول شهر رمضان المبارك. كل سنة وأنتم سالمين. خلص دخلنا معاكم عمود العيد من اليوم. اليوم إن شاء الله شو عملنا؟ بيف ستروغانوف. هذا يعني إشي كتير زاكي، واستعجالا حطيتهم بالبانز ما غيرت طبعا. لو كانت لعبة حلوة كان زماني لا عمر لأنه ما باكل بيف، فعملت له خضار بنفس يعني الوايت صوص تبع البيف ستروغانوف، بس حطينا بطاطا وجزر ومشروم فليفله وبصل، طبعا رز وسلطه وشوربه العدس. باي باي، سي يو نكست رمضان ان شاء الله. مساء الخير يا حلوين، كيف حالكم؟ بدأت احتفالات العيد اليوم انا ولينا. معنا كمان عمر. الماكينة فيها شيء؟ مساك البواجي. اليوم احنا موجودين بتوينسب، الانيفرساري تبعهم ألف كوفي هاوس بعمان. فألف مبروك ويا رب النجاح لنجاح عيدكم. الطول ولا الجمال؟ ممكن الطول. لا اكيد الطول. والله معنا منيا، معنا عبود، معنا ابراهيم. حلو خلاص. تعال شوف العرض اللي مسوينه لك ريو. طيب انا اسف، بس اللي راح يصير قرعه، والفايز راح ياخذ الجي بي تي من عندنا في كلينيك. تمام؟ راضيين؟ اوكي، دقيقة وبرجع لكم. عاد استخدم الطاولة الدقيقة. الساعات اليدوية من الفجر. بس هاي بتمنى انه يكون الكل راضي بحكمنا. مبروك لينو، مبروك. الف مبروك يا رب. مبروك لينو، مبروك. كيف حالكم يا حلوين؟ كل سنة وانتم سالمين. معنا عمر. اهلا بخير ومايا الشومي عسان ولينو. أنا دايما نص ساعة يا ليك. أنا ما نمتش أبدا. سمعتكم وأنتم صاحيين. أنا ما نمت. أيوه طيب. أيوه هاشم. مش تعبان، أنا بردان. يا روح يا صح، عشان بدنا نصبح بخير. كل سنة وأنتم سالمين. طالعين على طول العيد إن شاء الله. يا ربي الله يتقبل منكم الطاعات، وكل سنة وأنتم سالمين. ويلا نشوف أجواء العيد إن شاء الله. شوفوا الأزمة طلع لمن واصلة، يعني إن شاء الله نلحق الصلاة يا رب. حتى الناس عم بتصف بعيد وبينزلوا بيكملوها مشي حتى يلحقوا الصلاة.
السجادة اللي نصح فيها 1000 عميل مؤخرا مع لا إله